بدأ العد التنازلي لافتتاح أكبر تحفة معمارية وحضارية بينتظرها العالم، المتحف المصري الكبير، اللي بيعد أكبر متحف في العالم بيحتوي على الآثار الفرعونية، وبيحتوي على عدد من المباني المقسمة على المساحة الكلية للمتحف واللي بتبلغ 100,000 متر مربع. المدخل الرئيسي للمتحف المصري الكبير اللي هيستقبل الزوار، وطبعا أول حاجة هيشوفها هيكون في تمثال رمسيس الثاني، التمثال الضخم اللي كل الناس مستنيه تشوف مكانه في البهو العظيم بتاعه في المتحف المصري الكبير، وهيكون هو اول ما يستقبل الزوار. المرحله الثانيه اللي هي الجراند ستيركيس، وهو الدرج العظيم اللي هيتم عرض عليه قطع اثريه ضخمه جدا او وزنها ثقيل جدا، هيتم عليها تقريبا حوالي 78 قطعه اثريه. الواجهه بتاعت متحف مصر الكبير طبعا احنا زي ما شفناها ان هي واخده شكل الهرمي رمز اساسي في البناء، لان هي بتعكس بانورامه الاهرامات، منطقه الاهرامات بتاعت الجيزه، فطبعا لازم يكون في حاجه بتربط بينهم هما الاثنين. من المقرر انه يضم المتحف 100,000 قطعه اثريه من العصور الفرعونيه واليونانيه والرومانيه، والقطع دي بمجرد وصولها المتحف بيعاد ترميمها داخل مركز الترميم الموجود بالمتحف، واللي بيضم 19 معمل لترميم مختلف الآثار وإعادتها للشكل الطبيعي. هنا معمل الآثار غير العضوية مسؤول عن ترميم وصيانة مجموعة متنوعة من الآثار. بيتم تقسيم العمل داخل المعمل من خلال 4 مجموعات، مجموعة خاصة بترميم وصيانة المعادن، مجموعة خاصة بترميم وصيانة الفخار، مجموعة خاصة بترميم وصيانة الفايانس، ومجموعة خاصة بترميم وصيانة الزجاج. كل أخصائي ترميم لما بيجي يستلم الأثر بيكون مسؤول عنه مسؤولية كاملة، ابتداء من مرحلة التوثيق أو الدوكيومنتيشن بتاعته، بيعمل لي خطة عمل، بيدخل على الداتابيز بيجيب معلومات عنه، بيشوف الاثر ده محتاج ايه، بيعمل فحص والتحليل. لو الاثر ده عندي فيه هو مش عارف الماتيريال دي مثلا عباره عن ايه، او في تكلسات موجوده على سطح عايز يعرفها، بيبتدي يستعين بوسائل الفحص والتحليل علشان يقدر في الاخر يعرف كل المعلومات الخاصه بالاثر. المعمل اللي احنا فيه ده دلوقتي يعتبر من اهم المعامل عندنا، اللي هو معمل الاحجار. كل اثر بيختلف عن التاني في حالته. في حالات مثلا ممكن تخلص في اسبوع، لكن في حالات تانية ممكن تقعدك شهور، تبع حاله الاثر والحاله اللي هو موجود فيها، وتستدعي المده اللي هو يترمم فيها. دي اثار مصريه. الاثار المصريه قواعد المدرسه بتاعتها ان احنا ما بنغيرش في اي معلم موجود في الاثار المصريه. احنا بنحاول ان احنا نديها، يعني نقوم بعمليه تسجيلها وتوثيقها وترميمها باقل تدخل من الترميم هو افضل ترميم. المتحف المصري الكبير بيقع على مساحة 177 فدان، ومتوقع استقبال 5 مليون زائر سنويا. المتحف مش بس تحفة بتضم الآثار الفرعونية، ده كمان يعتبر مدينة متكاملة، هيلاقي فيها الزائر كل الخدمات اللي محتاجها، وهيكون واجهة حضارية مهمة جدا لمصر، وكلنا في انتظار الافتتاح العظيم والتاريخي للحدث الأبرز في 2020.